تحية لكم وحلقة جديدة من برنامج أمل المستقبل. ما زلنا نجوب جامعاتنا في مصر وفي إقليم الدلتا. احنا النهاردة في جامعة طنطا وتحديدا داخل كلية القانون، كلية الحقوق جامعة طنطا. هذه الكلية التي تعد أحد الأركان الأساسية في نشأة وبداية جامعة طنطا، وأحد أيضا الكليات الرائدة والمتنافسة والمتصاعدة بين كليات الحقوق في مصر. النهارده قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية الحقوق جامعة طنطا يشهد تطورا عاما بعد عام. إذا قارنا أعداد المقيدين في الدراسات العليا والبحوث منذ البدايات وإلى أن وصلنا إلى العام 2026 سنجد أن هناك الأعداد متضاعفة، بل والجودة أيضا والعمق في الموضوعات والرسائل، سواء على مستوى الدراسات العليا أو على مستوى الماجستير أو على مستوى الدكتوراه. كذلك للوافدين مكان مميز هنا في كلية الحقوق جامعة طنطا. هناك إقبال من كثير من الدول العربية على الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير من هنا من كلية الحقوق جامعة طنطا. بعد الفاصل التفاصيل في رحاب كلية الحقوق جامعة طنطا، وهذه الحلقة من برنامج أمل المستقبل. ومن حسن الطالع أن ألتقي وأجد الأستاذ إبراهيم المغازي، أستاذ علم النفس بجامعة بورسعيد. علم النفس بجامعة بورسعيد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. حضرتك أساسا محلاوي بس بتقول خدت الجنسية البورسعيدية بقالك فترة. ويعني الموضوع يا دكتور، بما ان حضرتك استاذ علم اجتماع علم النفس علم النفس عفوا، بعد كتير من الظواهر السلبيه التي رصدناها وتابعناها في الفتره الاخيره، والتوافع يعني على حد يستعرض وهو بينهي حياته او غيره بدون ذكر اسماء احتراما لقرار معالي النائب العام بحظر النشر والتداول. لكن عايز اتكلم مع حضرتك، هل ما نسمع عنه من الدارك ويب او الويب الاسود او المظلم، هل الحاجات الغريبه والشاذه اللي شفناها ظهرت في المجتمع المصري وابتدينا نشوفها، هل هناك علاقه ربط؟ هل هناك لكم رؤيه اساتذه علم النفس؟ أولا أشكرك على هذا الموضوع، موضوع جميل وموضوع عصري. ليه؟ اتفضل. الثقافة النفسية اللي أنا يعني أعتز بها، هناك عقل لا يدركه معظم البشر، وهذا العقل هو سبب الإجرام اللي في الدنيا كله. هو ده اللي بنقول عليه العقل الباطن؟ العقل الباطن ده شعوري. ربنا سبحانه وتعالى من نعمه على البشرية ادينا 3 عقول ب3 نفوس. عقلين اسمه العقل الوجداني اللي هو عقل الرحمة واللين، والعقل المنطقي الحكيم. ابدأ بلد العقلين دولت عقل تاني اللي هو دلوقتي عقل بقى النفس اللوامة، المحكمة النفسية اللي جوه الإنسان الذاتية، ومحكمة النفس اللي هي المحكمة بنسميها كده المحكمة الدستورية النفسية العليا، زي أخلاق الأنبياء والصالحين، اللي هو السياج الحامي أو الحاكم. الله يفتح عليك، اللي هو بيرد وبينقي السلوكيات في النسق القيمي بتاع الشخصية، لأن ترتيب السلوكيات في النسق القيمي ده مع اعتدالية الميزان بيؤدي للعقلين دول، لقوة العقلين دول. أنا حضرتك هتاخدني وتتوهني في بحر علم النفس. أنا عايز أرجع سريعا. لسه هخش لك في الحتة عايزين ندخل سريعا. هخش لك في الحتة بتاعتك. عايز حضرتك الظواهر السلبية اللي بدينا نشوفها من سنوات، ان طفل في المحل او حضرتك عشت تراكمات اجرام يصل الى ما اعرفش ايه الازرق، الحوت الازرق، اسمه الحوت الازرق. وازاي يعني امور. انا عايز حضرتك تدخل لي في المشكله دي كتوعيه، استاذ علم نفس، تدخل بقى في التوعيه مباشره. مين المسؤول عن السلبيات او السلوكيات اللا اخلاقيه ديت، او السلوكيات اللي فيها اجرام؟ خد بالك،
العقل الباطني اللاشعوري، جميل. ده عقل النفس الاماره، العقل النفس الفاجره. كيف يصل الويب الاسود او الدارك ويب الى العقل اللي حضرتك قلت عليه ده؟ ازاي؟ لما علماء النفس جم ربطوا بين التصرفات الانسانيه، جربوا على الحيوانات. الحيوانات؟ علم النفس الحيواني. فجربوا على حاجه اسمها وبفلف، جربوا على الحيوانات والحشرات، وربطوا ان في بعض حتى في نظريات اسمها نظريات الملامح الجسميه والعقليه، وربطوها بالملامح العقليه عند الانسان. المعلومات البسيطه يا دكتور ابراهيم انه الحيوانات والحشرات كلها مسخره من اجل خدمه الانسان، مسخره. يعني اقصد اقول مساحه الاختيار او الجزء الثالث من العقل او الشكل الثالث من العقل اللي حضرتك ذكرته مش موجود عند الحيوانات. ده مش موجود. ما انا هقول لك الفرق بين الحيوان والانسان ايه؟ الحيوان بيتصرف بالغريزه. ايوه، هي الغريزه بتحرك السلوك اللي ربنا خلقها جواه. الانسان فرق بين الانسان بيتصرف بالعقل او الذكاء. خلي بالك، ودي والذكاء ده اساسي في التكيف الاجتماعي. في حاجه بقى اسمها التوافق النفسي، اللي هي اشباع الحاجات النفسيه عند البشر. كيف نواجه هذه المشكلات؟ في نظريه اسمها النظريه الهرميه الانسانيه في اشباع الحاجات. هعمل هرم كده. لا بعد اذنك، كيف نواجه تلك الظواهر من خلال تكاتف العلوم المختلفه من علم النفس؟ الولد او البنت او الولد بيطلع مجرم من الاسره، يعني صناعه الاسره، سواء كان في اجرامه او في سلوكياته الحسنه. النسق القيمي ترتيب التصرفات من واحد مثلا ل 10 او ل 100 بيجي حسب اساليب التربيه الجميله، ان فيها كذا كذا كذا، فبيقوي العقلين اللي بتاعك عليهم دول. عدم ترتيب هذا النسق. هذا الامر اذا اردنا الاصلاح فان الاسره هي اللبنه الاساسيه والرئيسيه والاهم في هذا الامر. تمام. اشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور ابراهيم الناس، استاذ علم النفس بكليه شكرا جدا. شكرا جزيلا. معالي الاستاذ الدكتور زكي زيدان، استاذ الشريعه الاسلاميه ووكيل كلية الحقوق جامعة طنطا وعميد أيضا الكلية الأسبق. برحب بحضرتك في رحاب كلية الحقوق جامعة طنطا أستاذنا الكريم. أهلا بك أخي الكريم، نورت الكلية ونورت جامعة طنطا. يعني قبل أن ندخل إلى النقطة الرئيسية في حوارنا النهاردة، أوضح إنه معالي الأستاذ الدكتور زكي زيدان كان موجودا في أمريكا، وهو أستاذ للشريعة، وهذا المنهج وهذه الرسالة بداخله ولم ينساها. لو خدنا لمحة عن هذه التجربة قبل أن أدخل إلى الموضوع المهم جدا اللي محتاج أخذ كتير من حضرتك فيه. وبالفعل أنا سافرت أمريكا مرتين. نعم. مرة سنة 2000 في مهمة علمية. نعم. على نفق الدولة لمدة 6 أشهر. نعم. وفي الحقيقة يعني وجدت في أمريكا كل الغرائب. كل الغرائب. نعم. بمعنى الإيجابية والسلبية. أيوه. الحقيقة فعلا والله. أحدث النظريات العلمية هناك. جميل. وأحدث الوسائل الحديثة هناك. نعم. أمريكا تجمع كل المتناقضات. جميل. لكن مجتمع منتج ناجح. بدليل ان كل واحد العالم كل واحد بيعرف عمله ايه وبيركز في طبيعه عمله. جميل. ملوش دعوه بعمل الاخرين. ما بيتدخلش في عمل الاخرين. تمام. يعني مش زي عندنا كل واحد بيتكلم في كل الامور. لا. نعم. هناك طبيب في الطب، استاذ الجامعه في الجامعه، في كل المجالات، في جميع امور الحياه. نعم. جميل. طيب النهارده في اطار التطور لازم نقول ان كليه الحقوق جامعه طنطا هي كل يوم في جديد وكل سنه في جديد. والنهارده كلامي بينصب على قطاع الدراسات العليا والوافدين وعمليه التطور والتفوق على الذات اللي الكليه بتعملها على نفسها. لكن لفت نظري في موضوع رساله. نعم. يعني الدارك الويب الاسود او الدارك ويب او هذا العالم المظلم الخبيث الكئيب اللي هو فيه كل الموبقات. فلفت نظري انه قطاع الدراسات العليا والبحوث
وهناك بحث موسع حول منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لجرائم الدارك ويب، وفي القلب منها الإتجار بالبشر اللي هي زمان في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته كان الرق. كيف وصل الباحث وحضرتك أحد فريق العمل وأحد اللجنة الموقرة اللي لهم يد ولهم دفع في هذا الأمر، كيف وصلتم إلى عمليات الربط؟ وفي احنا في قسم الشريعه الاسلاميه لا نسمح بالتسجيل الا اذا كان الموضوع يمس الواقع. جميل. موضوع معاصر ويمس الواقع، وهذه قضيه قائمه بالفعل. نعم. بالفعل. ولابد ان تكون دراسه في قسم الشريعه بالذات، دراسه مقارنه لا تصلح شرعيه فقط ولا قانونيه فقط. جميل. بحيث يكون هناك ربط بين الجانب القانوني والجانب الشرعي. جميل. فموضوع الدارك ويب موضوع من الموضوعات المعاصره والتي يعني تمس فعلا الحياه كلها والتي تؤثر على المجتمع. يعني ايه دارك ويب الاول؟ اللي هو جزء من شبكه الانترنت العالميه المخفيه، بس بيستخدم المشفر بحيث لا تعرف الناشر ولا تعرف المقدم. نعم. بياناتها كلها علشان كده حسب ما قرات استاذنا انه بيتم فيه كل ما يخطر على بالك من جرائم. هي بتستغل في تجاره الاسلحه، تجاره المخدرات، تجاره العمله، اي التجاره بالبشر. جميل. دي اشياء اساسيه في الدارك ويب. نعم. بتستخدم من خلاله. جميل. لان انا ما اعرفش مين اللي حط المحتوى ده ومنين دوله واتحط ازاي وتواصل ازاي الا من خلال الشفرات المحدده وبرامج معينه عشان اقدر اوصل لها. تجاره السلاح، تجاره العمله، تجاره البشر. نعم. يعني دي تجاره البشر دلوقتي ملايين البشر للاسف بتعمل في تعارض. ملايين البشر وحتى داخل امريكا. يعني حضرتك الجمله دي ملايين البشر، ده حقيقي. ده جه في بالي، هل العالم الإسلام الحنيف سيدنا رسول الله نبي الإنسانية والرحمة كان من أوائل القضايا التي تعامل فيها هي محاربة الرق، وكان هناك فلسفة ربانية نبوية واقعية في منتهى العبقرية ومنتهى العدل والاتزان في مواجهة قضية كانت هي الهم المجتمع في العالم آنذاك. طيب هل حضرتك زي ما قال الراجل المؤلف الراجل الأديب الكبير أن لو عرضت مشاكل العالم على محمد بين قوسين صلى الله عليه وسلم لا قام بحلها وهو يحتسب فنجانا من القهوة؟ هل العالم الآن في حاجة إلى مبادئ الإسلام السلام؟ نعم. أخي الكريم، الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمة. نعم. بخصوص تجارة البشر القرآن ولقد كرمنا بني آدم. نعم. جنس بني آدم. نعم. بصرف النظر عن الدين. نعم. أو اللون أو النوع، الإسلام كرمه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم. نعم. منهم ورجل باع حرا حكاية زمان. علشان كده جاء الإسلام وحرم كل أشكال العبودية والرق. جميل. العبودية والرق، العبودية فقط لله وليس للبشر. بالضبط. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية لا تكون إلا لله. أما عبودية البشر للبشر فهذا محرم في الشريعة الإسلامية باتفاق جميع العلماء. نصوص القرآن والسنة صريحة، وجاءت هذه الرسالة وبينت هذا بأسلوب علمي سهل لين لمن يحب أن يقرأ. أشكرك شكرا جزيلا، وطبعا أعضاء اللجنة الموقرين بيستعجلوا حضرتك فربنا يوفقك. أشكرك شكرا جزيلا معالي الأستاذ الدكتور زكي زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ما زلنا مع حضراتكم في هذه الحلقة الدسمة جدا من برنامج أمل المستقبل، حلقة كلها قانون من داخل كلية الحقوق جامعة طنطا، هذه الكلية العريقة واللي بتفتح أبوابها لكل الأساتذة من كل الجامعات المصرية. هذا اللقاء مع معالي الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. أهلا بحضرتك يا دكتور عبد المنعم.
بحث مهم جدا سمعت عنه في كلية الحقوق جامعة طنطا. وجدت أن الدراسات القانونية وأهل القانون والباحثين والباحثات وصلوا إلى الدارك ويب. نعم. الدارك ويب، وبعدين يعني دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية اللي هي الأصل وبين القانون الوضعي. كيف نظرت لهذه الرسالة وهذا البحث معلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا حينما وصلتني الرسالة باعتباري مناقش لهذه الرسالة صراحة أعجبت بهذا العنوان. لأنه العنوان جديد ويشمل أشياء يعني جديد وعميق. الدارك ويب، حصلا دارك ويب يعني حاجة مظلمة. لا، ومطلوب يعني من الباحث وفريق الإشراف وحضرتك إنه تضعوا حاجات تعالج المشاكل المجتمعية اللي ناتجة من لأن ساعات من وراء الدارك ويب هذا. احنا عندنا في البحث العلمي نعم. كل ما كان الموضوع جديد ويعالج مشاكل الواقع يعتبر أقرب للقبول. جميل. فكانت الباحثة موفقة في اختيار هذا الموضوع. جميل. لأنه موضوع جديد، خاصة إنه أصبح النت والمواقع والحاجات دي أصبحت متداولة. وأنا ليه حاسس كده إن بعد لهجة حضرتك كده فيها أصول صعيدية جميلة موفقة. حضرتك كده مظبوط؟ أنا صعيدي يا باشا. شفت لمحتها أنا إزاي؟ صعيدي. أنا يعني في بعض الحروف المفخمة كده بتظهر. اتفضل كمل حضرتك في الدارك ويب. والله سعادتك يعني أنا أحيي الباحث على اختيار هذا الموضوع. نعم. لأنه هي طرقت موضوعات جديدة. بعض الباحثين ياخذ موضوعات تقليدية. جميل. يعني لا أثر لها. لكن كل ما كان الموضوع جديد ويعالج مشكلة في الواقع يكون أقرب للقبول وأقرب إن شاء الله إلى التقدير. جميل. فالباحثة كانت فعلا موفقة، وأنا يعني أعجبت بقراءة هذه الرسالة. نعم. وأحييها على هذا الموضوع، لأنه الدارك ويب ده من الأشياء اللي هي الغامضة المظلمة. نعم. وبيستغلها تجار البشر. لا، وبينتج عنه جرائم مجتمعية خطيرة جدا. خطيرة جدا. فكون الباحثة تكشف عن يعني قضايا هذا الموضوع لا شك أنها تساهم في معالجة مثل هذه الجرائم ومعالجة هذه المخالفات. أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك، وأشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. شكرا لحضرتك، ونورت كلية الحقوق جامعة طنطا. شكرا. من داخل رحاب كلية الحقوق جامعة طنطا، هذه الكلية التي هي أحد معاقل القانون وأساتذة القانون وخريج القانون التي تعطي للمجتمع المصري والدولة المصرية الكثير من أرباب القانون وأساتذة القانون، وأيضا المتخصصين في كل المجالات القانونية. احنا النهاردة بنتابع تطور وتفوق هذه الكلية على نفسها من خلال قادتها وعمدائها الذين هم أحد أبنائها أو هم أبنائها. لكن لفت نظري انه تطور الدراسات العليا والبحوث في هذه الكليه العريقه الموقره وصل انه يكون في احد فعاليات وانشطه الدراسات العليا والبحوث رساله مقدمه تحت عنوان او رساله بتتناول علاقه الدارك ويب والمعامله القانونيه له مقارنه بالفقه الاسلامي والقانون الوضعي. عموما الموضوع كبير، فاسمحوا لي ارحب بالباحثه وصاحبه هذا البحث الجميل الرصين، الباحثه عزة عز الدين. عرفي نفسك حضرتك، اتفضلي. عزة عز الدين عباس عواد، مستشار بهيئه النيابه الاداريه، نائب رئيس هيئه. العنوان حضرتك هذا البحث المهم، البحث القيم، عنوانه ايه؟ وبعد كده اسال حضرتك كيف توصلت مع الاساتذه ومع المساعدين في هذه المناقشه لهذا الموضوع اللي انا شايف ان هو صعب. الاتجار بالاشخاص عبر نطاق الشبكي المخفي، الدارك ويب ووسائل مكافحته الجنائيه، دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي. انا كانت احد احلامي وانا بسجل الدكتوراه ان انا اختار موضوع لم يناقش من قبل. اغلبيه المواضيع اللي انا حاولت ان انا ابحث فيها لقيتها كلها مكرره واتناقشت. فساعدني صراحه وبفضل الله ثم ليه دكتور اشرف ويح، مشرف على رسالتي، ان هو استاذ الشريعه الاسلاميه،
وكيل الكليه الاسبق، ان هو اختاري براحتك وانا معاكي. فعرضت عليه كذا موضوع فهو شد الاسم. جميل. ناخد العنوان والاسم اللي حضرتك ذكرتيه. تمام. ازاي قدرت تعملي عمليه ربط، او ازاي نقدر نقول هذا الموضوع موضوع شائك جدا، موضوع الدارك ويب ده يعني بنسمع عنه حكايات ان كل شيء ممنوع في العالم، وكل جريمه واخطر جرائم موجوده في هذا العالم. طيب حضرتك قرأت عن الدارك ويب، حصلت معلومات علشان تدخلي هذه الدخله الصعبه؟ اكيد. بص حضرتك، هو بدايه الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان. وربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال: قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله. ما فيش حاجه اسمها ان احنا في العصر الحديث، لا، الشريعه الاسلاميه مغطيه كل حاجه في كل الامور المستجده في العصر الحديث. نعم. بدايه الاتجار بالبشر كاحدى انواعه الرق. الرق ده كان في الاسلام من زمان، والاسلام كافحه وحاول بقدر الامكان ان هو وهذه رياده، كافح الرق، هذه بانه رياده خلوا من على طول يعني اي حاجه الانسان يعملها يتوجه ان هو ياخد رقبه. الله سبحانه وتعالى ومن خلال نبيه طبعا. أيوة. يعني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كان مواجهه ظاهره الرق اللي كانت مستشريه، يعني كان فيه العديد من النساء وما ملكت اليمين والرجال والاطفال. فكان ايضا فلسفه واستراتيجيه الاسلام في بدايته في مواجهه الرق اللي هي بين قوسين الاتجار بالبشر حاليا كانت لها عظمه وفلسفه جميله. انطلقت من هذه النقطه. من هذه النقطه الاتجار بالبشر مش بس صورته الرق، صورته الاستغلال الجنسي، صورته عمال السكره. ابستين بقى، حضرتك داخله على ابستين كده. صورته استغلال الاطفال في العمليات المسلحه والعمليات المسلحه، بيع الاطفال لاعمال التبني. ربنا سبحانه وتعالى كرم بني ادم وكرمنا بني ادم. ربنا سبحانه وتعالى كرم النساء، انزل سوره كامله باسمها. كل حاجه القران مغطيها. احنا الشريعه الاسلاميه حافظت على كيان البني ادم من اول ما بيتولد لغايه ما بيتوفى. فمن خلال ده انا عرفت ان انا اخد مقارنه بين القانون الوضعي والشريعه الاسلاميه. طيب ده اساس الموضوع. ايوه. انا متشوق وعايز اعرف كيفيه المواجهه. حضرتك قلتي الشريعه بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي. هقول لحضرتك كيفيه المواجهه وكيف كان الاسلام رائدا. احنا مش بننحاز، ده منهج رباني طبعا. كيف كان الاسلام رائدا في مواجهه هذه الظاهره وما يستجد من ظواهر، لانه طبعا الاسلام الدين الخاتم وزي ما حضرتك قلت صالح لكل زمان ومكان. ولديه طبعا من خلال القرآن والسنة وتفريدات الشراح وغيره، لديه الحلول الحالية والمستقبلية لأي مشكلة تواجه البشرية. الإسلام أولا تعامل مع حاجة زي جريمة الاتجار بالبشر بأنها إفساد في الأرض. نعم. حد الحرابة. ده أعلى، ده جريمة فظيعة جدا. أكبر حاجة. طب هي لو ما كانتش جريمة، كانت الاتجار بالبشر كل انواعها كانت حاجه بسيطه شويه، التعذير. نعم. كل حاجه في الجرائم دي الاسلام عالجها حاجه. وبدا اولا بتقويه الوازع الديني في البيوت والاسر. نعم. والتربيه الدينيه ومعرفه الاباء والامهات مسؤوليتهم من تجاه ابنائهم، ونعرف ايه الصح والغلط. كل دي تربيه الاسلاميه. ده نعم. بدايه مواجهه الاسلام. بالنسبه للقانون الوضعي، بالنسبه لنا هنتكلم على القانون المصري. مصر أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر. وواجهتها برضه بقوة ورد. الأهم من ده كله إن الإسلام راعى نفسية الناس اللي تعرضوا لهذه الجرائم، وحاول يحطهم في بيئات معينة وعلاج بطريقة معينة وبأسلوب. وده نفس الطريق اللي سلكه القانون المصري، بإنه وضع سواء كانت سيدة أو ابن أو رجل، أي حد تعرض لأي نوع من أنواع الاتجار بالبشر، إلى علاج نفسي، وبيوضعوا في أماكن معينة وضع عشان حماية الأسرار اللي هم قالوها. طبعا إحنا لازم نعرف إن الدارك ويب ده منطقة مظلمة جدا، تعتبر
من الجرائم المنظمه، وللاسف جريمه الاتجار بالبشر تعد ثالث اكبر جريمه بعد تجاره السلاح وتجاره المخدرات. فطبعا بتكون مافيا كبيره هي اللي بتعمل في الحاجات دي وبتتصرف فيها. فالنهارده عشان حضرتك تواجه ده فلازم تقوم بحمايه من ادلى لك بالمعلومات وقام بمساعدتك لمهاجمه هؤلاء البشر. انا طبعا بتمنى لحضرتك التوفيق طبعا بعد الشكر والتقدير على هذه الرساله اللي انا بصراحه معجب بها بشكل كبير جدا، واتمنى ان شاء الله هذا المجهود وهذه النتائج والتوصيات ان تجد طريقها الى التنفيذ العملي، وان تكون اضافه لمنظومه التشريع والقضاء ومواجهه المشاكل المجتمعيه في مصر. ان شاء الله. شكرا لحضرتك مع المستشاره عز الدين. شكرا. الرحمن الرحيم. بناء على قرار مجلس الكلية بجلسته تاريخ 19/1/2026 وموافقة السيد الأستاذ دكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 10/2/2026 بشأن تشكيل لجنة الحكم على الرسالة المقدمة من الباحثة عزة عز الدين عباس عواد للحصول على درجة دكتوراه في موضوع الاتجار بالأشخاص عبر النطاق الشبكي المخفي الدارك ويب ووسائل مكافحة الجنائية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. واجتمعت لجنة الحكم المكونة من السادة الأساتذة السيد الأستاذ دكتور زكي زيدان أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية، السيد الأستاذ دكتور أشرف عبد الرازق ويح أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية، السيد الأستاذ دكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات. وبدأت المناقشة من الساعة 11 صباحا علنية يوم الأربعاء الموافق 15/4/2026 واستمرت المناقشة العلنية حتى الساعة 2 ظهرا. وبعد المداولة قررت اللجنة بالإجماع اقتراح منح السيدة عزة عز الدين عباس عواد درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز. الحقيقة بعد كده يعني بعد أنا ما قلت الحكم أستطيع الآن أقول الفقه الإسلامي كسب دكتورة عالمة جليلة أصبحت نقول عليها مستشار الدكتور. كل الشكر لحضرتك والله، يعني بأزعم ان انا وكل الحضور استفدنا ياما استفدنا النهارده والله العظيم من هذه الوقت السريع. بتوجه بطرح الشكر للجنه الموقره اللي فعلا افاضوا من غزير علمهم وحسن بيانهم على شخص المتواضع وعلى كل الحضور. وانا سعيد جدا بحضور المناقشه فضلا عن اختي العزيزه المستشاره عزة عز الدين، فانا نعمت وسعيد بعلم مستشار الدكتور. انا في حد من ان انا بعد النطق بالحكم المستشار الدكتور.
اسف سعاده الدكتور الدكتور عبد العزيز. وبكرر شكر لنا الوقره ولسياده العميد على هذه الاستضافه الكريمه. شكرا جزيلا. شكرا حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا. قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أمل المستقبل من داخل كلية الحقوق جامعة طنطا. ألقينا الضوء على قطاع مهم جدا في هذه الكلية وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وتصادف موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الجدية والحداثة أيضا، هو الدارك ويب وتجارة البشر من خلال الدارك ويب والمعالجة القانونية في ضوء الفقه المقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. موضوع مهم جدا حبيت أخذ إطلالة عليه من رأي كثير من الأساتذة، وأيضا كيف سيفيد هذا البحث المجتمع المصري ويحمي فئاته المختلفة من خلال هذه الحملة الشعواء القادمة من الدارك ويب وشبكة الإنترنت بوجه عام. تحية لكم من فريق العمل في برنامج أمل المستقبل، وهذا شاكر عمارة يحييكم في أمان الله. شكرا لكم.